السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده خلينا نفهم ألغاز اقتصاد الدول الكبرى، وخصوصا الدول اللي بنسمع عنها كتير في الأخبار، ونجاوب على سؤال محير جدا: روسيا، هل النفط والغاز بس هم اللي بيحركوا اقتصادها؟ وهل فعلا روسيا دي مجرد محطة بنزين كبيرة للعالم زي ما بعض الناس بتوصفها؟ بنشوف روسيا كقوة عالمية ليها نفوذ سياسي كبير وتاريخ عسكري ضخم ومساحة جغرافية لا مثيل لها. لكن لما تيجي سيرة الاقتصاد دايما بيجي في بالنا البترول والغاز الطبيعي. طب يا ترى هل ده حقيقي؟ هل اقتصادها ملوش مصادر تانية غير الموارد الطبيعية دي؟ وإيه بالظبط اللي ممكن يكون ورا سيطرة النفط والغاز في الاقتصاد الروسي؟ لو الأسئلة دي بتدور في دماغك ونفسك تفهم القصة الكاملة للدب الروسي، وهنشوف هل هي فعلا مجرد دولة نفطية عملاقة ولا في أبعاد تانية كتير إحنا ما نعرفهاش. يلا بينا نفهم الحكاية. أول حاجة لازم نعرفها إن روسيا كبلد مش مجرد دولة، دي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وبتغطي مساحات كبيرة من أوروبا وآسيا، وليها ثروات طبيعية لا تعد ولا تحصى تحت أرضها. صحيح النفط والغاز بيلعبوا دور كبير جدا في اقتصادها، لكن ده مش كل الحكاية. مفيش شك إن النفط والغاز الطبيعي هما الأساس للاقتصاد الروسي، وده مش سر. روسيا هي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم. عائدات الطاقة دي بتشكل نسبة ضخمة جدا من دخل الدولة ومن صادراتها، وده بيديها نفوذ سياسي كبير على دول العالم، خصوصا في أوروبا اللي بتعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي. طيب النفط والغاز دولت بيعملوا ايه بالنسبة للاقتصاد الروسي؟ أول حاجة عائدات ضخمة. مبيعات النفط والغاز بتدخل مليارات الدولارات لخزانة الدولة كل سنة، والفلوس دي بتستخدم في تمويل البنية التحتية والجيش والخدمات العامة. نفوذ الجيوسياسي. التحكم في جزء كبير من امدادات الطاقة العالمية بيدي روسيا ورقة ضغط سياسية قوية جدا على الدول المستوردة. العمود الفقري للصادرات. النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بيشكلوا أكتر من نص صادرات روسيا، وده بيوريك مدى الاعتماد عليهم. لكن وصف روسيا بأنها مجرد محطة بنزين ده تبسيط مخل للحقيقة. صحيح هي عندها بترول وغاز كتير، لكن اقتصادها فيه أبعاد تانية، وإن كانت أقل شهرة وأقل تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالطاقة. روسيا كدولة عملاقة بتاريخها الصناعي والعلمي عندها قطاعات تانية مهمة في اقتصادها. أول حاجة الموارد الطبيعية الأخرى. المعادن. روسيا غنية جدا بأنواع كتيرة من المعادن زي النيكل والألمونيوم والنحاس والماس والفحم، وهي من أكبر منتجي المعادن دي في العالم. الغابات. مساحتها الشاسعة بتوفر لها ثروة خشبية هائلة، وده بيخليها مصدر مهم للمنتجات الخشبية. الزراعة. روسيا من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، خصوصا القمح، وده قطاع حيوي جدا للأمن الغذائي العالمي والاقتصاد الروسي. تاني حاجة الصناعات الدفاعية والعسكرية. روسيا عندها تاريخ طويل في الصناعات العسكرية، وهي من أكبر مصدري الأسلحة في العالم. عندها مصانع بتنتج أنواع مختلفة من الأسلحة المتطورة، من الطيارات والدبابات لحد الصواريخ والأنظمة الدفاعية. الصناعات دي بتوفر دخل كبير للدولة، وبتشغل عدد ضخم من الأيدي العاملة، وبتعتبر نقطة قوة تكنولوجية وصناعية. تالت حاجة الطاقة النووية والتكنولوجيا الفضائية. روسيا لها تاريخ عريق في التكنولوجيا النووية، سواء للاستخدامات السلمية في توليد الكهرباء أو العسكرية، وفي مجال الفضاء كمان. هي من الدول الرائدة في بناء المفاعلات النووية وتصديرها لدول تانية، وليها دور كبير في برامج الفضاء الدولية. أربعة القطاع الصناعي. بعيدا عن الصناعات العسكرية، روسيا عندها قطاع صناعي متنوع بيشمل صناعة السيارات والطيران المدني والكيماويات والآلات والمعدات. صحيح جودتها يمكن مش بتنافس المنتجات الألمانية أو اليابانية في بعض المجالات، لكنها بتلبي احتياجات السوق المحلي وجزء من أسواق التصدير. خمسة قطاع التكنولوجيا والخدمات. روسيا عندها قاعدة علمية قوية وتاريخ في الأبحاث والابتكار، خصوصا في مجال العلوم الأساسية والرياضيات والفيزياء. قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بدأ ينمو فيها، وإن كان لسه مش بنفس حجم الهند أو أمريكا. بالرغم من كل اللي قلناه ده، الاقتصاد الروسي بيواجه تحديات كبيرة جدا بتمنعه إنه يحقق إمكانياته الكاملة ويتحول لقوة اقتصادية متنوعة وقوية زي ما بتطمح. التحديات دي بتخليه دايما معتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية. الاعتماد المفرط على النفط والغاز دي يمكن أكبر نقطة ضعف في الاقتصاد الروسي. لما أسعار النفط والغاز بتعلى في السوق العالمي، الاقتصاد بينتعش وبيحقق مكاسب. لكن لو الأسعار دي نزلت،
زي ما حصل في 2014 ل2016 الاقتصاد بيعاني بشكل كبير وبيدخل في ركود. ده بيخلي الاقتصاد هش ومعرض للتقلبات العالمية. الفساد والبيروقراطية المتفشية في بعض أجهزة الدولة بيشكلوا عائق كبير قدام الاستثمار الأجنبي والمحلي، وبيأثروا على كفاءة الاقتصاد. العقوبات الدولية، روسيا بتتعرض لعقوبات اقتصادية دولية كتيرة ومتزايدة من دول كبيرة زي أمريكا والاتحاد الأوروبي بسبب خلافات سياسية وصراعات زي حرب أوكرانيا. العقوبات دي بتحد من قدرة روسيا على الوصول للتكنولوجيا الغربية وعلى الاستثمار في قطاعات معينة وعلى التعاملات المالية الدولية، وده بيأثر بشكل سلبي جدا على اقتصادها وبيخليها معزولة اقتصاديا عن جزء كبير من العالم. نقص التنوع الاقتصادي، عدم تنويع مصادر الدخل. رغم وجود قطاعات تانية لكن الحكومة الروسية لم تنجح بشكل كافي في تنويع مصادر دخلها بشكل كبير. بعيدا عن النفط والغاز، محاولات تنويع الاقتصاد لسه بتواجه تحديات. مشاكل ديموغرافية، روسيا بتعاني من انخفاض في معدلات المواليد وزيادة في متوسط الأعمار، وده بيقلل من حجم القوى العاملة في المستقبل وبيحط ضغط على نظام الرعاية الاجتماعية. ضعف الاستثمار في بعض القطاعات المدنية، في حين إنها بتستثمر بكثافة في القطاع العسكري، لكن بعض القطاعات المدنية زي البنية التحتية في مناطق معينة أو الرعاية الصحية والتعليم ممكن ما تكونش واخدة كفايتها من الاستثمار. روسيا دي مش مجرد محطة بنزين عملاقة وخلاص، هي صحيح بتعتمد بشكل كبير جدا على النفط والغاز كمحرك رئيسي لاقتصادها ومصدر لدخلها ونفوذها السياسي، لكنها كمان عندها ثروات طبيعية تانية كتير، وعندها قطاعات صناعية قوية خصوصا الدفاعية، وتكنولوجيا متقدمة في مجالات زي الطاقة النووية والفضاء. لكن الاقتصاد الروسي لسه بيعاني من الاعتماد المفرط على قطاع واحد، ومن مشاكل زي الفساد والبيروقراطية والعقوبات الدولية، وده بيمنعه إنه يحقق إمكانياته الكبيرة كقوة اقتصادية متنوعة ومستدامة. المشوار لسه طويل قدام روسيا عشان تقدر تحول نفسها من قوة عظمى نفطية لقوة اقتصادية شاملة ومتنوعة ومنافسة حقيقية على كل الأصعدة. الصراع ده الداخلي والخارجي هو اللي هيحدد شكل مستقبل الاقتصاد الروسي في السنين الجاية. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ونشوفك على خير في الفيديو الجاي.